الفيديو ده ما هو الا توثيق للصعوبات اللي واجهت الاهلي في الوصول للقب ال11. الاهلي بيبدا دور المجموعات بخساره خارج ارض 1-0 من الهلال السوداني بعد كام يوم بس من رجوعه من كاس العالم للانديه. بعدها بتتعادل مع سان داونز في القاهره بعد ما كنت كسبانه 2-1 وموقفك بيبدا يتصعب وما بتجمعش غير نقطه واحده من ماتشين. بعدها بتقدر بسهوله تفوز على القطن 3-0 ودي ما كانتش المشكله خالص. النقطه المحوريه في موسم الاهلي كانت الخساره 5-2 من سان داونز في جنوب افريقيا. خساره كانت كفيله ان هي تهد الفرقه معنويا وتهدم كل اللي كولر بناه، لكن بالعكس دي كانت نقطة تحول وكانت انطلاقة الأهلي في البطولة، عشان بعدها تسحق القطن الكاميروني 4-0 وبعدها سان داونز وأطهر الطاهر بيقدموا لك أجمل هدية وبيتعادلوا وبيحافظوا على فرصك في الصعود لدور الثمانية عشان تبقى كل اللي محتاجه بس إنك تكسب الهلال في الماتش الأخير. وفعلا الهلال بيجي لك القاهرة وبتكسبه 3-0 بأداء ولا أروع عشان يصعد الأهلي لدور الثمانية بعد ما كان خروجه من البطولة كلها متوقف على ضربة جزاء يسجلها أطهر الطاهر. ومن دور الثمانية بتظهر نسخة مغايرة تماما من النادي الأهلي، بتقدر تعدي الرجاء في دور